السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نقدم لكم البيتزا اللي كتجي فحال ديال المطاعم، كتجي اكثر من رائعه، والعجين ديالها كتجي رطبه وكتجي هشيشه ناجحه 100%. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وما تنساوش تخليوا لي كومونتير زوين الا جربتوها. دابا ندوزو للمقادير خطوه بخطوه وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. الناس غنحتاجو في مقادير ديال البيتزا. عندنا واحد المعلقه صغيره ديال خميره الخبز، خميره الحبيبات. عندنا واحد المعلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال الزبده. عندي زبده حيوانيه، تقدروا ديروا ديال البواطه. عندي واحد 3 المعالق ديال الحليب بودره، اي حليب مجفف. عندني هنا الفرينه اللي كنت غربلتها غير في الغربال الرقيق تخرج لي غير الفرينه رقيقه بلا نخاله. المهم راه كتجي زوينه، كتجي صحيه. عندي واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، وعندي الماء الدافئ باش غادي نجمعوا العجينه. بسم الله. هنا خديت بول ديال باش غادي نعجن، غنديرو في العجانه. نتوما تقدروا تعجنوا في القصريه. هنا خديت 2 زليف ديال الفرينه اللي مغربلاهم كيف ما قلت لكم. هنا درت الفرينه، غادي نزيدو واحد المعلقه صغيره ديال الملح، كميره ديال الخبز، عندي واحد المعلقه صغيره. غادي ناخذ الزعتر، غادي نحكو غير بوسط يديا. نزيدو حليب بودره. دابا غادي نخلطو غير بيدي باش تيتخلطوا معنا المكونات. دابا هنا غادي نزيدو 2 معالق ديال زيت الزيتون، يكونوا كبار. هو السر ديال البيتزا هو زيت الزيتون. صافي البنات، دابا من بعد ما تعجنات واحد مده شحال 5 دقائق هكا. دابا غنزيدو ديك المعلقه الزبده، راه كتجيبها رطبه وكتجيبها هشيشه وخفيفه. صافي البنات، بعد ما تعجنت لنا مده واحد 5 دقائق هكاك، ها القوام ديالها كيفاش كتجي، راه كتجي هشيشه. غادي نجمعوها بيدينا هكا. نزيدو واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. دابا غادي نخليوها غير هكا تخمر، طوها هكا بالسلوفان صافي لمده واحد 5 دقائق او 10 دقائق بما خمرات لينا وتضاعف الحجم ديالها. ونرجع معكم البنات بعد ما ضاعفت لينا العجينه، تزاد الحجم ديالها. صافي دابا غادي نحيدو من هذاك الهواء اللي فيها. اللي ما تنجحش مع البيتزا غير تجرب الطريقه ديالي، راه غتولي معتمده عندها وغادي تنجح لها ان شاء الله. هنا عندنا الفرينه باش غادي نسرحوها. هنا غادي نقسمها على 2. نتوما راه كتجي رطبه البنات. غادي نبداو نطلقوا فيها دابا بالمدلك. ما طلقناها هكا، السمك ديالها خص يكون ما رقيق ما غليظ هكا صافي. المهم البنات دابا كنقطعوا فيها اي قطع عندكم. انا احتاجيت هذا. وفي الكبوريه اللي بغيتو تقدروا تقطعوهم هكا دوائر صغار، تقدروا تخليوها كبار. البنات بعد ما قطعناهم هكا دوائر صغار صافي غادي ندخلوهم الفران باش نطيبوهم هكا نص طيبه ونرجع معكم. المهم هي البنات البيتزا بعد ما طيبنا نص طيبه كيف كتجي، راه كتجي رطبه. المهم راه كتجي ناجحه. غادي ندوزو للمقادير ديال الحشوه. بالنسبه للحشوه اللي غادي نعمروا بها البيتزا، هنا احتاجيت 4 المطيشات غسلتهم وحكيتهم. هنا عندي 3 المعالق ديال زيت الزيتون. هنا عندي معلقه ديال مركز الطماطم، هذه اختياريه، تقدروا تكتفيو غير بمطيشه. عندي لتزين الزيتون الاسود. عندي واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر، غادي نديرها هنا في لاصوص ديال البيتزا. عندي هنا فلفله، هنا اختاريت الفلفل الاحمر والاخضر.
المهم هنا خديت مقله البنات، غادي نديرو ديك مطيشه، نزيدو معلقه ديال الطماطم المركزه. المهم راه كتجي هاد الصوص خطيره. واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، غادي نزيد واحد المعلقه ديال صغيره ديال الملح، متقويوش بزاف، واحد المعلقه ديال الابزار، صافي. غادي نحركو هاد المكونات. صافي البنات، دابا بعد ما حطيت لهم على صوص، نتوما كيفاش كتجي، راه كتجي عاقده. الا جربتوا هاد لاصوص غادي تولي معتمده عندكم، بينه وكتجي لذيذه. هو داك المعلقه ديال المركز الطماطم. المهم جربوا هاد. دابا غادي ندير واحد شويه الزعتر. دابا غادي ندير هذيك، ما كنديرش انا الزعتر في الاول باش ما يجيش مار، كنديرو حتى الاخير، نديرو حتى كنبغي نطفي عليه. اللي ما تيبغيش المذاق هكاك يجي باين في لاصوص بلا ما يديرو، هذا غير اختياري، حيت راكم كيف ما قلت لكم درناه في العجينه، لا داعي باش نديروه ثاني في لاصوص. انا غير كيعجبني مذاق ديال الزعتر، واللي ما تيبغيش لا هو الاختيار يقدر ما يديروش. صافي البنات، دابا هي واجده عندنا لاصوص. الصوص ديال البيتزا راه كتجي خطيره، نتمنى ان شاء الله تجربوها تولي معتمده عندكم. صافي البنات، دابا غادي نطفيو عليها نخليوها حتى تبرد. هنا خدينا مقيله البنات باش غنشحروا هذيك الفلفله. ندير واحد تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون. غادي نديرو هذيك الفلفله، غندير واحد معلقه صغيره ابزار باش حتى هي الفلفله تجي بنينه. ندير واحد شويه ديال راس المعلقه ديال الملح باش تدبل لينا ديك الفلفله. صافي نطفيو عليها، تخليوهاش تشحر بزاف البنات باش ما تفقدش الفوائد ديالها. غير واحد شويه، غير تبدا تدبل معاكم. صافي وطفيو عليها. كاين اللي كيبغيها هكاك خضره يديرها في البيتزا، انا كنبغيها كنشحرها شويه تجي منسمه بداك زيت الزيتون، شويه الملح، شويه الابزار. انا كنعطيكم طريقتي، نتوما البنات لكم اختيار، كل دابا طريقه ديالي في الطياب. انا هذه اللي كندير الطريقه المعتمده عندي في البيتزا، سواء في العجينه سواء في لاصوص. تقدروا البنات تزيدوا حتى البصله، انا ما تيبغيوش ليا البصله. الحشوه اللي غادي نعمر بها، هنا عندي الصوص اللي كنت حضرت معكم كيف كتجي واعره البنات. هنا عندي الفلفله اللي كنت شحرت، هنا الثوم تحيدوا منه الزيت، عندنا الزيتون الاسود للتزيين، وهنا الفرماج حمر اللي نسيت ما ذكرتوش معكم قبيله. المهم هنا الفرماج حتى جيت فرماج محكوك. غادي ندوزو نعمرو البيتزا ديالنا. المهم هنا دابا درنا الصوص ديال البيتزا، غادي نديرو الفلفله، ناخد الفرماج اللي غنديرو من الفوق، غناخدو الزيتون الاسود للتزيين. هانتوما البنات كيفاش كتجي البيتزا. هي البيتزا بعد ما عمرناها صافي غادي ندخلوها دابا الفران طيب لينا ان شاء الله ونرجع معكم. هذه هي النتيجه النهائيه ديال البيتزا، راه كتجي اكثر من رائعه. وحتى بالنسبه للعجينه راه كتجي رطبه وكتجي هشيشه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم البنات. وبالنسبه للاخوات اللي ما تنجحش معاهم بيتزا، غير تبعي بطريقتي راه غادي تنجح معاك من اول مره. يلا البنات، ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم في الفيديو الجاي، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصل